شيكا خطيرة، جول التعادل من شيكا. شيكابالا لعيب يعني من اللعيبه المميزه جدا جدا، وانا شايف ان شيكابالا ما خدش حقه. يخرب بيت جمال الكوره وحلاوتها في رجلك يا اخي، تلز ولا فنجان قهوه الصبح على الريق. عارفين شيكابالا ده من احسن لعيبه العالم، والله العظيم انا بقول كلام المره دي بتكلم بجد، من احسن لاعبي العالم. ولكن شيكابالا فارض نفسه بقوه كنجم الموسم. شيكابالا عنده موهبه قلما تجدها في واحد. دي جميل يا شيكابالا، الا رسول الله عليك يا شيكابالا، رساله واضحه وصريحه. شيكا خطيرة، جول التعادل من شيكا. ماذا قلت لكم؟ شيكا مزيكا، شيكا مزيكا، شيكا يقول الحقيقة، شيكا يشحن الحريقة. أهداف الضربات الثابتة في الدوري المصري كتير ومعظمها حلو وجميل، بس طالما حلو وجميل يبقى أكيد هتلاقي بصمة لشيكابالا في الأهداف دي. لا وكمان ده الوحيد في الدوري المصري اللي سجل هاتريك من فاولات. طب كام لاعب بقى على المستوى العالمي عملها؟ طيب لو قلنا أهداف من نص الملعب اتكررت في الدوري المصري كله كام مرة؟ 3 أو 4 مرات، حاجات نادرة يعني. وطالما قلنا نادرة يبقى برضه هتلاقي بصمة لشيكابالا، ما هو صاحب اختراع النوادر، حاجة كده مكتوبة باسمه. طيب هدف بقى بالحلاوة دي وبالشياكة دي، يا ترى شفته كام مرة في حياتك كلها؟ مرة أو 2؟ أصله بصراحة كده هدف إعجازي، بس طالما قلنا إعجازي يبقى هتلاقي بصمة لشيكا. يعني أهداف جميلة نادرة وإعجازية، والأهداف دي في حقيقة الأمر بتوصف صاحبها، جميل ونادر وإعجازي، أو باختصار تقدر تقول شيكابالا عمل براند باسمه. شيكابالا طول عمره بيعمل كده ويخش لجوه، وانا ابقى عارف ان هو هيلعبها كده في الجول، وانت تبقى عارف ان هو هيلعبها كده في الجول، وحارس المرمى اللي بقى واقف ايا ما يكون التيشيرت اللي هو لابسه بيبقى عارف ان هو هيلعبها له كده في الجول، والمدافعين اللي موجودين بيبقوا عارفين. مصر كلها بتبقى عارفه ان شيكابالا لما بيقطم هيخش لجوه ويجيبها جول، وكل مرة بيجيبها جول. عالم الكرة فيه لعيبة بتيجي وتمشي وأسامي بتلمع وتختفي، لكن في أسامي بتتحفر في ذاكرة الجماهير، أسامي ما بتتنسيش، أسامي بتفضل عايشة في قلوب الناس حتى بعد ما بتبطل لعب. النهاردة هنتكلم عن واحد من الأسامي دي، هنتكلم عن أسطورة حقيقية، لأن قصته حقيقي كان لازم إنها تتحكي، لأنها عبارة عن فيلم درامي فيه كل حاجة، فيه الموهبة والشهرة والنجومية، وفيه كمان الحزن والظلم والحرب. قصتنا النهاردة بطلها الفنان القائد محمود عبد الرازق حسن فضل الله، أو زي ما كلنا بنحبه ونعرفه باسم شيكابالا. شيكابالا الاسم اللي بيرعب أي دفاع، والاسم اللي بيطمن أي زملكاوي، اللاعب اللي بيمتعك بلمسته وبيسحرك بفن وبيخليك تقوم من مكانك غصب عنك علشان تسقف له، اللاعب اللي شايل حب الزمالك في قلبه وشايل حب الجماهير على كتفه. النهاردة هنفتح كتاب حكاية شيكابالا وهنقرأ فيه كل الصفحات من أول صفحة لآخر صفحة. حكايتنا بتبدأ من أقصى صعيد مصر، من قرية الحصاية في أسوان. هناك اتولد محمود عبد الرازق في 5 مارس 1986. من صغره كانت الكرة هي عشقه الأول والأخير، كان بيجري وراها في كل حتة، في الشارع، في النجيل، في أي مكان يلاقي فيه كورة. موهبته كانت باينة من وهو طفل صغير، لمسة سحرية بالقدم الشمال بتخلي الكرة تعمل حاجات غريبة، حاجات ما يعملهاش غير فنان. كان بيعدي من أي حد ويشوط من أي مكان، والجون كان بيجيبه بسهولة. موهبة فطرية مش محتاجة تدريب كتير، موهبة من عند ربنا. موهبة محمود ما كانتش ممكن تتخبى، وعلشان كده وهو عنده 9 سنين بس قرر أخوه الكبير عبد الباسط أو شيكابالا الحقيقي إنه يهتم بموهبة أخوه الصغير ويطورها. وعلشان يعمل كده كان لازم يسيب أسوان وينضم لمدرسة الموهوبين. وتخيل كده بقى طفل صغير 9 سنين بس يعيش بدون أهله وبعيد عنهم، يروح لمجهول وهو مش عارف هيعرف يحقق حلمه ولا لأ. عايزك تتخيل كده كم المعاناة اللي يعانيها طفل في عمره. وعلشان ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد على قد تعبه واجتهاده، فربنا بيسبب له الأسباب وبيفتح له الباب. ودي كانت أول فصول قصتنا، بتبدأ بتراجيديا. بطل القصة وهو طفل صغير بيفترق عن أهله ويعيش بعيد عنهم. في مدرسة الموهوبين كانت الأطفال بتفضل في المدرسة طول الأسبوع ويخرجوا منها خميس وجمعة، والسبت لازم يرجعوا مدرستهم من تاني. وفي أحد الأجازات بيعرض عليه زميله وصديق ليه في المدرسة إن الأسبوع ده الأجازة يقضيها معاه في بيته.
بيقبل محمود طلب زميله اللي بعدها بيعرض عليه تاني إنه يحضر معاه تمرين في نادي الزمالك، واللي بالمناسبة صاحبه ده كان لاعب في فرق ناشئين الزمالك. طبعا محمود ما كانش مصدق وطاير من الفرحة، هيدخل نادي الزمالك اللي بيعشقه ويحبه، هيدخل لأول مرة من بوابة النادي اللي كان بيشوفه في التلفزيون وأسرته كلها بتشجعه. حلم كبير أكيد بالنسبة لطفل صغير وجاي من بلاد بعيدة، حلم كبير ما كانش يفتكر إن هتجيله الفرصة دي وبالطريقة دي، لكن علشان زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب، فسبب له الأسباب وفتح له الباب. الشوط الثاني ان شاء الله يكون اللعيبه ركزت وان شاء الله نكسب باذن الله. الهدف من المباراه احراز اكبر عدد من الاهداف عشان ما نروح هناك نبقى نروح مستريحين يعني. المفروض ان شاء الله الشوط الثاني نجيب اكتر من جول ان شاء الله. خلاص محمود بينزل التمرين، وطبعا لأنه ساحر فسحر كل اللي موجودين، وموهبته ظهرت من أول لمسات للكورة، والكل أشاد بموهبته الفذة وأجمعوا إن الولد ده مش هيخرج من النادي إلا وهو لاعب في نادي الزمالك. هنا بقى محمود بدأ حياة جديدة خالص، وبدأ خطوة كبيرة في تحقيق حلمه اللي كان بيحلم بيه هو وأسرته. حتى الاسم هيتبدل وهيبقى شيكابالا بدل محمود، الاسم اللي أخده من أخوه الكبير عبد الباسط. شيكابالا هو الاسم اللي اتعرف بيه واشتهر بيه من بداية التحاقه بالقلعة البيضاء. شيكابالا وجوده منذ صغره في نادي الزمالك خلى موهبته بالبلدي كده تقلت وبقت أقوى. كان بيعمل حاجات في الملعب تخلي أي حد يتفرج عليه يقول الواد ده هيكون نجم كبير. وعلشان موهبة شيكا كانت استثنائية وواضحة للجميع، فكمان صعوده للفريق الأول كان في عمر استثنائي وهو 15 عام. وعلشان هو استثنائي برضه ما انتظرش كتير إنه يظهر مع الفريق الأول ويسجل حضور. وأول ظهور رسمي لشيكابالا مع الفريق الأول في الزمالك كان يوم 16 يناير 2003، وبالتحديد في مباراة كاس مصر ضد غزل المحلة، وفي نفس المباراة بيسجل أول أهدافه الرسمية مع الزمالك. كتير من اللعيبة سجلت أهداف في أول مباريات رسمية ليهم، لكن هدف شيكا كان بيعكس طريقة لعبه وبيبرز مهارته وبيبدأ تعرفه بالناس بهدف مارادوني. بعد ما راوغ أكتر من لاعب وسجل هدف الفوز الوحيد اللي أعلن بيه عن ميلاد نجم جديد، وبيوصل رسالة للجميع بإن في لاعب أهدافه هتكون براند مكتوب باسمه هو وبس اللي يقدر يسجلها. مهارته كانت بتفكرنا بالنجوم الكبار اللي بيعملوا السحر في الملعب، كان بيعمل كل حاجة بالكورة، كان بيخليها جزء منه، كان بيخليها ترقص على أنغامه، كان هو المزيكا والكورة هي الرقصة. أول بطولة حققها مع الزمالك كانت كاس مصر موسم 2002-2003، وبعدها بيحقق الدوري المصري الممتاز موسم 2002-2003 و2003-2004. مسيرة شيكابالا الاحترافية كانت رحلة طويلة مليانة محطات وتحديات. بدأ مع الزمالك، بعدها خد تجارب احترافية في اليونان وبالتحديد مع نادي باو، وكان عمره 19 عام، وهناك بيتألق كعادته وخطف الأضواء بمهارته العالية لدرجة إن الجماهير أطلقت عليه لقب مارادونا المصري وريفالدو. ومع أول موسم ليه بيقدر إن هو ينجح ويثبت أقدامه، وبالفعل الفرق الأوروبية بتبدأ تتابع شيكا، ومنهم اللي قدم عروض كان أبرزهم بيس في أندهوفن. ولكن زي ما قلنا إن القصة مليانة مشاعر ودراما، فالبطل قصة نجاحه بدأت تتوقف وتتغير إلى عكس التيار. احتراف مفيش، مش كده كمان، بل أصبح عليه محتم اللعب بتيشيرت المنافس. أي كاتب أو روائي بيألف قصة أو حكاية كان هيبقى صعب عليه جدا إن هو يحط البطل في الظروف دي كلها مرة واحدة. ولكن شيكا بينزل أجازة وبيروح لوالدته وبيفرحها بنجاحه وبيفرح إخواته، ولكن في العودة في المطار بيلاقي نفسه ممنوع من السفر وإنه مطلوب للتجنيد، وبالفعل شيكا لازم يلتحق بالجيش علشان يؤدي خدمته العسكرية، وبكده خلاص مش هيعرف يسافر تاني وحلم الاحتراف تقريبا وقف. رئيس النادي اليوناني بنفسه بينزل مصر علشان يشوف إيه الموضوع وإيه سبب تأخيره وإيه سبب عدم سفره. عايز يطمن على الجوهرة اللي هتدخل فلوس كتير للنادي، لأنه كان متأكد إن أكبر الأندية في أوروبا هتحارب وهتدفع فلوس كتير علشان تضمه، ولكن للأسف الراجل بيتصدم بالواقع فبيضطر إن هو يلجأ للفيفا، وده لأن شيكا كان متعاقد مع النادي، وبالفعل الفيفا بتحكم على شيكا تقريبا بغرامة 1,000,000 يورو. شيكا الناشئ مش معاه يدفع، نادي الزمالك هو كمان مش معاه يدفع في وجود مشاكل إدارية ولجنة مؤقتة، فكانت الأمور صعبة. طيب كده هيلعب تاني ازاي؟ شيكابالا لعيب يعني من اللعيبه المميزه جدا جدا، وانا شايف ان شيكابالا ما خدش حقه. وفي مصر لو الزمالك مش قادر يدفع، يا ترى مين تاني اللي هيقدر يدفع مبلغ بالحجم ده؟
هنا بقى بيدخل الأهلي المصري على الخط، لأنه النادي الوحيد اللي قادر على دفع المبلغ ده، وفي نفس الوقت هيستفاد من لاعب مميز زي شيكا. وده كان سبب إن شيكا يوقع للنادي الأهلي برغم انتمائه الشديد لنادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كان عايش جواه حتى وهو بدأ تمرين على أرضية النادي الأهلي، مشاعر متلخبطة وإحباط يسيبه. ولكن فجأة بتتحل المشكلة عن طريق رجل الأعمال الزملكاوي ممدوح عباس، اللي بيحل المشكلة وبيعود مرة تانية لناديه المحبوب الزمالك. مع ذكر اسم شيكابالا كان دايما في سؤال بيتردد وبيتكرر: ليه جمهور الزمالك عامل منه أسطورة بالرغم من إن أرقامه ضعيفة سواء مع الزمالك أو مع المنتخب؟ بصراحة هنفتقد للاعب مهاري او واحد من امهر لعيبه كره القدم اللي جم في اخر 20 سنه. شيكابالا لعيب كبير جدا، كان المفروض يكون بطولاته احسن من كده بشكل قوي كبير. الزمالك ما استفادش منه كمان بشكل فني، لان بتتكلم على 4 دوري لعيب اسطوره زي شيكابالا رقم قليل جدا و6 كاس. واحنا بنحكي الحكايه في الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده مع بعض، وانت بنفسك في اخر الفيديو هتقول هو اسطوره ولا لا. بداية من عام 2005 نادي الزمالك بيمر بأسوأ فترة في تاريخه اتعرفت باسم العشرية السوداء، تخبط إداري وخسائر كبيرة للفريق وابتعاده عن منصات التتويج. كل ده تسبب في ظهور الأهلي المنافس المباشر للزمالك بشكل أقوى، وأصبح متسيد لكل شيء. مش بس كده، وأصبح الأهلي مغري سواء لاستقطاب اللاعبين أو لزيادة الجماهيرية. وكان من المنطقي والطبيعي إن الزمالك يفقد شعبيته خلال الفترة دي، ولكن كل ده ما حصلش. والسؤال هنا: ليه ده ما حصلش؟ ببساطة لأن بطل القصة بقى الفارس اللي بيقود الحرب منفردا، ومطالب إن هو يحقق الانتصار. بقى مطالب إن هو ينقذ الهوية، ومطالب كمان إن هو يدافع عن بيته اللي عاش وتربى فيه. صحيح إنه أوقات كتير مش بينتصر، لكنه دافع ببسالة عن قلعته اللي طالما كان عايز يشوفها في أعلى مكانة. يعني في الوقت اللي كل حاجة فيه حوالين جمهور الزمالك ضلمة، كان شيكابالا هو النور الوحيد اللي بينور الطريق، وكان هو الأمل اللي الجماهير بتتعلق بيه، بلمسة سحرية منه تنسيهم أوجاع ومرارة المشاكل اللي ضربت النادي. يقف وسط الجماهير ويهتف معاهم ويردد أغانيهم. شيكابالا كان رمز المرحلة كاملة كانت من أصعب فترات نادي الزمالك. كان في نجم حريف الكل بينتظره حتى لو ساءت النتائج. قدر إن هو يجذب الصغار للفانلة البيضاء بمهارته الاستثنائية، وبيها حافظ على الهوية الزملكاوية. في الدوريات العالمية، إيطالي أو أسباني أو إنجليزي، كنا بنشوف متعة ومهارة ولقطات فنية عالية. أهو شيكا بقى كان بيقدمها لنا في الدوري المصري عادي جدا وببلاش كمان. تقدر تقولي مهارة زي دي ومتعة زي دي كنا نشوفها ازاي في الدوري المصري بدون شيكا؟ لعيبة كتير عندها مهارة وفن راقي مروا على الكرة المصرية، لكن الجميع اتفق على ان شيكا نفسه غير، لاعب استثنائي، مهارة خاصة وستايل برازيلي او ارجنتيني. وبالمناسبة ده مش كلامي، ده كلام مارادونا اللي هو واحد من اعظم لاعبي كرة القدم. مارادونا اللي لما شافه بيلعب مع الوصل الاماراتي قال عنه انه لاعب بيتميز بمهارة فريدة تكاد تضعه مع مشاهير العالم، خاصة لاعبي البرازيل والارجنتين من اصحاب المهارة العالية. وقال كمان ان امكانياته تؤهله للعب في اكبر اندية اوروبا. وحتى برونو ميتسو المدرب العالمي قال عنه: شيكابالا لاعب من طراز عالمي، هو في مستوى عالي زي ميسي ورونالدو وروني. هناك من يحاول ان يعمل مقارنه ما بين كابتن ابو تريكه والكابتن شيكابالا، تقول لي الناس دي؟ لا يعني انا لي الشرف ان انا اتشبه بشيكابالا، يعني انما شيكابالا اضافه قويه للمنتخب. اتمنى ان شاء الله الفتره الجايه يبقى اكثر تركيزا واكثر نضجا. هو لعيب ذو موهبه طبعا، اتمنى ان شاء الله يكون من حسن ظن الناس ان شاء الله. باختصار، لما تيجي تبص للسما بالليل بتشوف نجوم كلها بتلمع، بس دايما بيبقى في نجم واقف بعيد عن كل النجوم، نجم له لمعان وبريق مختلف، نجم دايما يلفت انتباهك ويثير اعجابك، يجبرك انك تبص عليه. اهو بالظبط كده شيكابالا مكانته وعظمته بين النجوم الاخرين اللي اثروا الكرة المصرية
بفنهم الراقي. الصفقة اللي كان نفسك تاخدها النادي الأهلي وما جاتش؟ اللي كنت عايزها للأهلي وما قدرتهاش يجي كانت شيكابالا. شيكابالا قيمته في الفترة دي خلت المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي بيعلنها صراحة لكل الفرق: عايز تكسب الزمالك حاول توقف شيكابالا. وهنا الحكاية بتوضح إن الدراما خلت بطل القصة يشيل المسؤولية وهو في سنه صغير، بدل من نجوم جنبه تشيل معاه أصبح هو مطالب يشيل حمل الجماهير وحمل النادي اللي كان ممكن يتهد بسبب الظروف اللي مر بيها. وده كله كان سبب عشق جمهور الزمالك لابنهم الوفي، اللي كان من سوء حظه إن ما يحققش كتير من البطولات، أو إن إحصائياته ما تكونش بحجم مهاراته وإبداعاته. ولكن جمهور الزمالك كان يعي تماماً إن كرة القدم خلقت للمتعة مش للإحصائيات، وده اللي قدمه شيكابالا على أكمل وجه. حس وشعر بالجماهير فلعب باسمهم ووصل صوتهم، كبر معاهم وكبر في نظرهم، فشعروا إنه صديقهم الوفي وإنه منهم. وليه لأ وهو عاش حياته في مدرجات المنحنى الجنوبي. ولكن برضه بالرغم من كده شيكابالا هو الأكثر تتويجاً بالبطولات في نادي الزمالك. يعني حصل على الدوري المصري 4 مرات و6 مرات كاس مصر، وحصل على السوبر المصري مرة وحيدة، والسوبر الإفريقي 3 مرات، الكونفدرالية مرة وحيدة، السوبر المصري السعودي مرة، والبطولة العربية مرة. وحصل عام 2010-2011 على هداف الدوري المصري. شيكابالا ما كانش مجرد لاعب كرة وخلاص، شيكابالا شخصية فريدة، شخصية متناقضة فيها كل حاجة وعكسها، فيها الهدوء والطيبة وفي العصبية والانفعال. طيبة قلبه دايما بتبان في مواقفه الإنسانية، في دعمه لزمايله، في وقوفه جنب أي حد محتاج مواقف رجولية، زي موقفه مثلا في أحداث بورسعيد اللي لما عرف بيها أثناء مباراة الزمالك والإسماعيلي قرر عدم استكمال المباراة وخلى الجميع يوافق على عدم استكمالها احتراما لمشاعر الأهلاوية. وبعدها بيظهر على قناة النادي الأهلي علشان يواسي الجماهير. وطبعا مش هننسى تبرعه بجزء كبير من راتبه لصالح أسر الشهداء. وهو شيكابالا تبرع إلى جانب شخصيته الطيبة، لكن كان في عصبية وانفعال ممكن تخليه ياخد قرارات غلط أو يدخل في مشاكل، ودي طبيعة الفنان، طبيعة الموهوب اللي قلبه دايما على كفه واللي مش بيعرف يخبي مشاعره. شيكابالا هو ده بكل تناقضاته، بكل مميزاته وعيوبه، علشان كده الناس بتتعاطف معاه والناس بتشوف فيه جزء منها. وهنا بقى نيجي للسؤال المهم اللي قلنا هنجاوب عليه مع بعض، وهو هل شيكابالا فعلا أسطورة ولا لا؟ أستاذ مفيد، شيكابالا لاعب عالمي. نعم. ظلم نفسه؟ أيوة. شيكابالا بيملى الملعب. أنا لعلمك لما المعلق يقول شيكابالا نازل أنا تجيلي درجة حماس. وعلشان تريح نفسك شوف توتي لاعب روما، هل هو في نظرك أسطورة ولا لأ؟ وبعد ما تجاوب على السؤال ده اسأل نفسك سؤال تاني: طيب توتي ده معاه كام بطولة؟ أنا هنا مش هقولك إن هو معاه دوري وحيد وبطولتين كاس وأفضل أقولك على بطولات هي عددها قليل، لأن باختصار توتي بالنسبة لي أنا شخصيا لاعب ممتع وأسطوري. ظروف لعبه مع روما ما خلتوش يحصل على بطولات كتير أو إنه يكون في تصنيف متقدم ما بين لعيبة العالم، لكن محدش يقدر يختلف على موهبته وإنه واحد من أفضل وأمهر لعيبة العالم. هو نفس الكلام بالنسبة لشيكا، لاعب مهاري حريف. دايما الكلام من لعيبة الكرة اللي عصروه أو اللي شافوه أو المدربين على إنه موهبة فريدة مش بتتكرر كتير، وده يثبت لك إن شيكابالا واحد فعلا من أمهر وأفضل لعيبة مصر، خصوصا لما بنتكلم على المهارة. يعني جودة لعيب كورة مفيش عليها اختلاف بصرف النظر عن بعض قراراته الانفعالية نتيجة بعض المواقف مش حابب إن احنا نتكلم عنها. فشيكا سواء انت بتحبه أو لأ هو أحد أهم أساطير الكرة في مصر. وعلشان لكل بداية نهاية ولكل حكاية خاتمة، بطل قصتنا النهاردة شيكابالا الأباتشي الفهد الأسمر قرر يكتب الفصل الأخير في مسيرته الكروية نهاية موسم 2025، خصوصا بعد تحقيق بطولة بأقدامه. اللحظة اللي هيقول فيها وداعا للمستطيل الأخضر، وداعا للملاعب اللي شهدت على سحره وفنه. لحظة صعبة على أي لاعب ولحظة أصعب على الجماهير اللي عشقت موهبته واللي هتفضل محفورة في الذاكرة. لكن شيكابالا ما كانش مجرد لاعب اعتزل، شيكابالا أسطورة هتفضل عايشة في قلوب الزملكاوية وفي قلوب كل محب الكرة الحلوة. اسمه دايما هيتذكر ويتقال كل ما الكرة تتكلم عن الفن، عن الموهبة، عن الإخلاص. شيكابالا مش هيعتزل الكرة هي اللي هتعتزل شيكابالا، وهتبدأ حكاية جديدة
حكاية أسطورة، حكاية فنان، حكاية إنسان، حكاية محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا. انما هو يبقى محمود عبد الرازق شيكابالا من اعظم من لمس الكوره في مصر.